أنا لي تاريخ هنا في مصر يمكن من السبعينات. التخطيط، كل ما يتعلق بالتخطيط تمر فيه الدول اليوم والحكومات بالطريقة السهلة وبالطريقة الصعبة. علينا نختار، يا اما نختار الطريقة السهلة بالعلم والبحوث والترتيب والتنظيم المسبق، او راح نتعلم بالطريقة الصعبة، لانه اليوم المطالب من الجميع دائما ترقى الى اكثر بكثير من العمل المطروح، فعلينا دائما ان نكون سباقين. التخطيط ليس يعني فقط وضع الاوراق والاقلام الدوسيهات مثل ما نقول بالمصري. التخطيط اعلى من ذلك بكثير، واللي هو الحقيقة ايش المنتج النهائي اللي مفروض انه يكون. اذا ما يكون هناك تغيير حقيقي للمواطن يشعر به الشخص العادي في الشارع، ما في فايدة من اي تخطيط. كثيرين قالوا التخطيط لا يعني شيء اذا لم يكن له واقع تأثير حقيقي على الواقع الارض. اخواننا في مصر تعلمنا منهم كثيرا، وما زلنا نتعلم منهم في جميع المجالات حقيقة. والمجال الببليك ادمنستريشن او الادارة العامة ما هي الا احد الوقفات البسيطة في تاريخ العلم اللي موجود مع اخواننا في مصر. الله يعطيهم الصحة والعافية، ولهم الشكر الجزير على هذه الدعوة. نشوفهم ان شاء الله في البحرين، بلدهم الاول باذن الله ان شاء الله. احنا بنطرح رؤية الحمد لله بنتفرد بيها. احنا بنتكلم على اشكالية التدريب. هل المؤسسات عاجزة عن تعظيم قيمة الفرد داخلها، ولا هل الافراد اللي عاجزة عن تعظيم قيمة المؤسسات داخل المجتمع؟ فدي اشكالية احنا محتاجين نعالجها برؤية جديدة. دي رؤيتنا احنا في الاتحاد، ان في اشكالية في التدريب ما بين المؤسسة والفرد، محتاجة جلسات علمية لوضع خطط وطنية تعالج تعظيم الفرد داخل المؤسسة، وتعالج تعظيم قيمة المؤسسات داخل المجتمع. هي منظومة واحدة في الاخر، مش مفصولة عن بعضها. فاتمنى يكون ده ما هنطرحه النهارده ان شاء الله، ونجد عند الناس استيعاب له من خلال معطيات جديدة. ما يكونش الامر اعداد حقائق تدريبية، لا، يكون الامر فيه ثينك تانك، في مؤسسات تفكير، يكون فيه ادارة معرفة، يكون فيه تجارب حديثة ونماذج. ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه النهارده. عشان كده بنقول احنا بنناقش خطط وطنية تخص الفرد والمؤسسات. وفي 3 قضايا الحقيقة بتحكم الخطط الوطنية للتدريب، منها دوره في الاقتصاد، ثم عدد متوسط ما يحصل عليه الموظف او العامل داخل الدولة في التدريب، ثم ايه هي القضايا الجديدة في التدريب. بالنسبة للعنصر الاول اللي هو اقتصاد التدريب، الحقيقة على مستوى العالم سنة 2013 عدد كمية الانفاق او مبلغ الانفاق على التدريب في العالم وصل ل 306 بليون دولار، ورقم كان في 2007 302 بليون دولار. فنلاحظ ان مفيش فرق كبير بسبب المشاكل المالية اللي تحت الازمة المالية العالمية في 2009 و2010، ثم الظروف السياسية والاجتماعية والثورات اللي قامت في العالم العربي، وفي العديد من الدول كان في مشاكل الحقيقة اقتصادية كتير. بالنسبة لي وفي نفس الوقت نلاحظ ان اسمة التدريب بالنسبة للدول، يعني اذا الموظف هياخد تدريب في الخارج او في الداخل، فبنلاحظ ان 40% من التدريب اللي بيحصل عليه الموظفين بيبقى في الخارج، و60% من الداخل، سواء داخل العمل او داخل الدولة نفسها. ولازم نقرأ الحقيقة المؤشرات دي كويس في اطارها السليم. الحاجة الثانية ان عدد ساعات التدريب الحقيقة بالنسبة لكل الموظفين في العالم كله على مدار السنة بتقترب من 32 ساعة سنويا. طبعا في دول لا تتجاوز فيها عدد ساعات التدريب 2 ساعات تقريبا، بسبب ان ما فيش تدريب خالص تقريبا. الحاجة الاخيرة ايه هي القضايا المتعلقة بالتدريب في الوقت الحالي. الحقيقة في اتجاهات ادارية كتيرة وفي اتجاهات تكنولوجية كتيرة. يعني مثلا في مجال تكنولوجيا المعلومات هنلاقي مجتمع المعرفة، هنلاقي الحوسبة السحابية، هنلاقي التحول للنظم الالكترونية المتكاملة بشكل كبير،
هنلاقي تحويل العمل نفسه ان هو يبقى بشكل الكتروني. لما يجي نحط خطة على حد قراية الأجندة بتاعة المؤتمر هيتكلم على وضع خطط وطنية للتدريب تكون موحدة على مستوى البلد كلها. أعمل خطة وطنية للتدريب ليه؟ عشان تخدم على الاستراتيجية بتاع البلد. يعني رقم واحد أنا أبقى عارف احنا رايحين فين، اي بلد في الدنيا احنا رايحين فين، البوسطة رايحة ازاي، رايحين على الاتجاه ده. يبقى انا محتاج عندي اخدم على محور قناه السويس، محتاج اخدم على المشروعات القوميه الكبرى، محتاج اخدم على التدريب المهني. تعرف حضرتك ان الممرضات مثلا، ناخد مثال الممرضات في مصر تقريبا على حد قرايتي ان هم بيكفوا 10% من المطلوب. المهن التانية زي السباك والحداد والنجار، بتكلم على المهن اللي واخد شهاده بيها، يعني متدرب تدريب كويس، مش بتعلمها كده تدريب تنبير السلم، لا. كل المهن دي احنا عندنا نقص 90% منها. طب ليه ما نعملش استراتيجي او خطه قوميه لتدريب الناس دول كلهم، ويقدر انا اسوق لهم بره، اسفرهم بره في دول كتيره جدا محتاجاهم، او حتى يشتغلوا في مصر. فانا اتصور المؤتمر هيتحرك، هيعرضوا الاستراتيجيه العامه بتاع البلد، البوسطه رايحه على فين، ثم احنا ازاي كخبراء تدريب او خبراء تنميه بشريه ازاي هنخدم على الخطه دي كلها. فلما انا ابقى عايز ادرب واعمل خطة لازم اكون مثقف، لازم اعتمد على العقل. نمرة 3 اعتمد على نظرية السببية. ايه نظرية السببية؟ في سبب ونتيجة والعلاقة بينهم. ازاي؟ الشركة دي بتنتج 100 سلعة، الشهر ده طلعت 70. طب الخلل فين؟ لازم اناقش الاسباب. هل العمالة؟ هل الناس غبت؟ هل مرضي؟ هل مش واخدين حقهم؟ يبقى اذا في سبب، السبب هو اللي وصلني النتيجة دي. ايه العلاقة بينهما؟ ده التفكير العلمي. كل هذه الاسباب وغيرها دي الورقة الاولى اللي انا كاتبها عشان نعمل خطة وطنية سواء على مستوى مصر او على مستوى العالم العربي. التدريب له دور كبير جدا في بناء وتطوير القدرات البشرية. اذا كان عندك موارد كتيرة واهملت المورد البشري لن تحقق اي اهداف. انما من خلال تطوير وبناء واعداد وتجهيز العنصر البشري لو عندك موارد قليلة جدا تحقق بها اهداف كتيرة. فاحنا عايزين نركز على مثلث التنمية. مثلث التنمية لابد ان يكون له دور، ومثلث التنمية عبارة عن مجموعة من المحاور. الحكومة والقطاع الخاص ونظامات المجتمع المدني، ده المثلث الرائع. لو تكاتف وتجانس ووظفوا جهودهم في اهداف واحدة وحصل تنسيق بين المحاور الثلاثة ان شاء الله نحقق التنمية الشاملة. التنمية الشاملة اساسها التنمية البشرية. التنمية البشرية هي ثروة قومية. التنمية البشرية لو انا عندي آلات ومعدات، عندي اجهزة، عندي موارد، عندي بعد استراتيجي، من خلال البعد الاستراتيجي اساسه هو احداث التنمية البشرية. المواطن محتاج من البداية. عاوزين ندخل، انا بقترح من هذا المؤتمر الاساسي والرئيسي ان ندخل علم التنمية البشرية من اولى ابتدائي. المنهج ده هو يتطور، يبقى المستوى الاول، المستوى الثاني باعدادي، والمستوى الثالث في الثانوي ان شاء الله، عشان نعمل نهضة في احداث التنمية البشرية. لان هو نرجع نقول عصب التنمية الشاملة هو المورد البشري.